الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على مصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين جميعا. يقول المصنف رحمه الله هو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في رسالته القواعد الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد. يطيب لي وأنا أزور هذه البلدة للمرة الثالثة، وهذا الجامع للمرة الأولى، ونحن نشهد الله والملائكة والله خير الشاهدين. ما خرجنا من بلادنا المدينة النبوية من أجل مصلحة دنيوية أو تربطنا بإخواننا المسلمين في أفريقيا عامة، وهذه البلاد خاصة تربطنا بهم صلة قرابة أو مصلحة دنيوية، وإنما تربطنا بإخواننا أعظم رابطة، وهي رابطة الإسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي يذكر بها نفسي وإخواني: دائما على المسلم أن يحمد الله على أعظم نعمة من الله علينا جميعا نحن معاشر المسلمين، أن هدانا الله تعالى لهذا الدين في الوقت الذي ظل أغلب الناس اليهود والنصارى وعباد الأصنام وعباد البقر وعباد الأوثان يأكلون كما تأكل الأنعام ويتناكحون كما تتناكح الأنعام، ثم النار مثوى لهم. أما أنت فأكرمك الله تعالى واصطفاك وجعلك مسلما، وتنتظرك جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بارك الله فيكم. يعني هذه المجالس نحن نقول فيها قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب الأول لا يتحدث أحد من الذي بجواره، والأمر الثاني جميع الجوالات على الصامت. طيب، أما أنت هداك الله تعالى لهذا الدين، ومن نعم الله تعالى أن هداك إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الوقت الذي كما ترون الناس كل حزب بما لديه يعني فرحون. كل حزب وكل جماعة وكل طريقة تدعي أنها على الحق، وكل يدعي وصل الليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. ونقول الدعوة سهلة. كل شخص حتى الرافض المجوس يدعون أنهم على الكتاب والسنة، لكن العبرة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. المسألة الثالثة: أوصي نفسي وإخواني طلاب العلم بتقوى الله عز وجل. وأحوج الناس للوصية بتقوى الله عز وجل هم طلبة العلم. لماذا طلبة العلم الحاجة أن نوصيهم بتقوى الله أكثر من العوام؟ الجواب: أخطر شيء في الدنيا أن الشاب يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة وقراءة القرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن وتعلم العلم، ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول في المعاصي. أعيد: لماذا
طلبة العلم أولى أن نوصيهم بتقوى الله عز وجل، لأن أخطر شيء في الدنيا أن يتسربل طالب العلم بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي وتعلم القرآن وتعليمه وبث العلم، ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول في المعاصي. فهذا الصنف من الناس أخطر من العام الفاسق. لماذا؟ لأن هذا الصنف الذي يظهر الصلاح والطاعة ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول في المعاصي، فهذا وردت في السنة له عقوبتان وليست عقوبة واحدة. الأولى ما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين أقوام من أمتي يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة. جبال تهامة المجاورة إلى الكعبة، الجبال التي مجاورة للكعبة حتى تصل إلى اليمن 1000 كيلومتر و1000 كيلومتر، يعني 1000 كذا و1000 كذا، 1000 شرق وشرق غرب و1000 شمال وجنوب. يأتي يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة، كثيرة عظيمة. لماذا كثيرة؟ قيام الليل، الأمر بالمعروف، حفظ القرآن، مراجعة القرآن، التعليم، التعلم، طلب العلم، الخروج في سبيل الله للدعوة، لكن يجعلها الله هباء منثورا لا قيمة لها. قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا؟ وانظر إلى الدرس العظيم من الصحابة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر خاف الصحابة، كل واحد ظن أنه ربما يكون منهم. واليوم لو ألقى علينا أحد هذا الحديث كل واحد يقول: لا، أنا لست من هؤلاء الناس. لكن الصحابة قال: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: إنهم قوم يصلون مثل ما تصلون ويصومون مثل ما تصومون، وفي رواية لهم نصيب من صلاة الليل، يعني وجد أوتر في الليل قبل أن ينام، وجد فرصة آخر الليل أوتر آخر الليل. طيب، ما دام أن الصلاة مثل الصلاة والصيام ولهم نصيب من صلاة الليل، أين الخلل؟ قال: ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. هنا الخلل. قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه الحسنات يجعلها الله هباء منثورا. والعقوبة الثانية ما جاءت في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجل يوم القيامة، وليس المقصود رجل واحد، إنما الفئة من الناس، فيلقى في النار فتخرج أمعاءه، تخرج الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، يسمونه باسمه، معروف عندهم، كان داعية، كان خطيب جمعة، كان مدرس القرآن، كان آمر بالمعروف، يا فلان ما بالك؟ ليش جيت هنا؟ أنت مو مكانك هنا. ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. إذن هذه عقوبتان لكل من يظهر الصلاح والطاعة. ولا يعني كلامنا أن طالب العلم والمسلم يكون معصوما من الذنوب والمعاصي، انتبه، لا يعني أنك تكون معصوم. ليس لأحد العصمة عند أهل السنة والجماعة إلا للأنبياء والرسل فقط.
لكن المقصود بها من يكون همه وليله ونهاره وتفكيره المعصية، وجد أول ما يجد فرصة على المعصية ارتكبها. أما طالب العلم الذي يجتهد في الطاعات ويترك ما يستطيع من السيئات، ثم تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيقع في ذنب، أو يغلبه الشيطان فيقع في ذنب ويندم ويحدث توبة وإنابة، فهذا يرجى له خير ولو عاد ثانية وثالثة. إذن هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة قبل التعليق على متن هذه الرسالة، وهي أن أعظم نعمة بعد نعمة الهداية للإسلام والهداية إلى منهج أهل السنة والجماعة، أعظم نعمة هي أن يسخرك الله تعالى لطلب العلم والدعوة إليه. لماذا؟ أولا لأنها وظيفة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى الله عز وجل. وظيفة الأنبياء والرسل، وأكرم وأنعم بها من وظيفة. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله أنت مفوض عن الله عز وجل، تقول هذا حرام وهذا حلال، هذا سنة وهذه بدعة، هذا توحيد وهذا شرك. ولذلك الذي يدرس الناس اليوم هو كأنه يوقع عن الله عز وجل، يوقع توقيع. وابن القيم ألف كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، تكلم عن العلماء. لماذا سماهم موقعين عن رب العالمين؟ لماذا يوقعون العلماء وطلبة العلم؟ لأنهم ينوبون عن الله تعالى في إبلاغ الدين، فيقولون هذا حلال وهذا حرام، هذه سنة وهذه بدعة، هذا توحيد وهذا شرك. ولذلك لم يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء كما أرشده إلى الزيادة في العلم. وقل ربي زدني إيش؟ ما قال يا محمد اسأل الله أن يزيدك قيام ليل، ولا قال اسأل الله أن يزيدك صيام، ولا قال الصدقة، ولا قال الجهاد. وقل ربي زدني علما. وما أجمل قول ابن عبد البر، قال كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، قال من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم طالبا للعلم. من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم طالب العلم، وهذه يدخل فيها العالم. العالم طالب للعلم، يحضر ويقرأ، ويدخل فيها طالب العلم، ويدخل فيه من أراد الله تعالى به خيرا. وهنا ننبه على ثمة 3 مسائل في العلم الشرعي، 3 مسائل مهمة عض عليها بالنواجذ. المسألة الأولى، على قدر ما تعطي العلم تكون دعوتك. كلما كنت معطيا للعلم وقتا كثيرا تكون دعوتك قوية وكثيرة. لا تتوقع أنك تطلب العلم سنة 2 3 وتكون دعوتك تبلغ الآفاق. انتبه جيدا، كلما رسخت في طلب العلم كلما ازداد رسوخك في الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الذي ننبه عليه
أن لا بد لطالب العلم من التقييد والمراجعة. التقييد والمراجعة. عدم التقييد وعدم المراجعة لو جلست 20 سنة تطلب العلم لن تخرج طالب علم، تخرج مثقف ثقافة إسلامية، عندك معلومات عامة فقط. أما طالب علم أصل العلم في صدرك هنا، إن وجدت فرصة قبل الدرس تقرأ تراجع راجعت، ما وجدت أصل العلم هنا في الصدر. تعلم بما يفتح الله عليك، هذا لا يمكن إلا مع المراجعة. والآن الحمد لله مع وسائل التواصل الاجتماعي هذه بفضل الله تعالى الأمور كلها ميسرة. تستطيع أن تقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز وعلى الشيخ ابن عثيمين وعلى الشيخ صالح الفوزان الأحياء والأموات، كلها شروحاتهم موجودة. تأخذ مثلا الأصول الستة لشيخنا الشيخ محمد أمان على الجامعة رحمه الله، أو للشيخ صالح الفوزان، لا تقل لي موجودة في الكتب الشروحات، نحن نعرف أنها موجودة في الكتب، لكن بركة العلم بالسماع. انتبه، الكتاب ترجع تراجع فيه، لا بد أن تتلقى العلم تتلقاه مشافهة. أعيد، بركة العلم في التلقي والمشافهة. من يعطينا دليلا من آثار الصحابة على أن بركة العلم في التلقي والسماع وليس في القراءة؟ أثر عظيم من آثار الصحابة كلكم تعرفونه. نعم. في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليك. نعم. يعني حينما أخبر الصحابة بموت النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأخرج سيفه، نعم. قال كل من قال أن النبي قد مات لأضربن ضربت عنقه. فتح الله عليك. أبو بكر رضي الله عنه وقال يعني قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ هذه الآية. نعم. وما محمد قد خلت من قبله. أفإن مات أو قتل. ماذا قال عمر؟ قال عمر كأني أول مرة أسمع. فتح الله عليك. سمعت مني في النت قبل ذلك؟ نعم. ممتاز. كونك أنت تتذكرها هذه نعمة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل أمر مريج للصحابة، الأمر عظيم، حتى عمر أخذ سيفه قال من قال أن محمدا مات ضربت عنقه. فجاء أبو بكر الصديق وصعد على المنبر وقال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ماذا قال عمر؟ كأني أول مرة. إذن عمر سمعها قبل ذلك، لكن لما جاءته من شيخ له ووضح المقصود من هذه الآية فهم، فهنا أسلم عمر لموت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقل لي أن الشروحات موجودة في الكتب، هذه المكاتب موجودة، فتح الباري 13 مجلدا. هل خلصت مجلد واحد من 13 مجلد؟ لا. تفسير الجليل الطبري، الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين فيه مسائل عصرية، شرح عمدة الأحكام للبسام،
بركة العلم بالسماع. تأخذ متن، أنا لا يلغى الحلقات، أنا أقول واصل في الحلقات، لكن اعطي العلم كل يوم السماع ساعة ونصف فقط أريد منك، كل يوم ساعة ونصف اعطي السماع. خذ متنا أو متنين عن طريق النت، ولنقل مثلا القواعد الأربعة والأربعين النووية. الأربعين النووية للشيخ بن عثيمين أو للشيخ صالح آل الشيخ، شرحهم متوسط وجيد. تمسك القواعد الأربعة لأي عالم من العلماء، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بن عثيمين، الشيخ صالح آل الشيخ، شيخنا محمد أمان الجامع، وتضع الجوال أمامك وتعتبر نفسك كأنك جالس في حلقة الشيخ، تسمع وتقيد بعض الفوائد، ليس كل ما يقول الشيخ، إنما تقيد الفوائد المهمة. وليس بالضروري أن تجلس ساعة ونصف أو ساعتين، نصف ساعة، 20 دقيقة، 35 دقيقة، وتعرف الوقت الذي وقفت أمامه. قبل أن تقوم من مكانك أريد منك 3 دقائق 4 دقائق تقرأ قراءة سريعة ما قيدته اقرأه مباشرة، لأن القراءة بعد التقييد يكون قريب من الذهن. سمعت، كتبت، راجعت، 3 أمور: سمعت، كتبت، راجعت. بعد ذلك المجلس الثاني تأخذ متن ثاني، لنقل 40 نووية. لماذا قلنا متنان؟ لأن المتن الواحد قد يصيب المسلم بالملل، وأما المتنان فلا، وأكثر من متنان يضيع عليك، يشتت ذهنك. تأخذ 40 نووية وتجلس أيضا كأنك في حلقة الشيخ، وتسمع وتقيد نصف ساعة، ساعة إلا ربع ساعة. بعد أن تنتهي، قبل أن تقوم من مكانك، اقرأ ما قيدت، 5 دقائق 4 دقائق. المجلس الثالث ترجع للقواعد الأربعة، وقبل أن تبدأ اقرأ ما قيدت، اقرأه قراءة سريعة. ثم بعد ذلك تكمل محل ما وقفت، ونفس الطريقة تقيد، مرة هنا مرة هنا مرة هنا مرة هنا، في ظرف 3 أشهر. وإذا انتهيت أنت من متنين، صار عندك الآن دفتر للأصول 6 ودفتر القواعد الأربعة ودفتر ال40 نووية فيها فوائد، تضعهم على جنب، وتأخذ متنان آخران. العقيدة ضروري متن ثاني، العقيدة خليها أساسية توحيد، وتأخذ متن آخر في الفقه، ونفس الطريقة تقيد الدفاتر القديمة ماذا تعمل بها؟ تعمل لها برنامج مرة واحدة في الأسبوع فقط، مدة نصف ساعة مراجعة. المتون المتنين الذي انتهيت منها ماذا تعمل بها؟ تقفل عليها في الدولاب؟ لا، تضع لنفسك برنامج لها مراجعة مدة نصف ساعة، ساعة، وعلى قدر ما تراجع تثبت عندك المعلومة. يعني وانت الآن تسمع في متنين آخرين، اجعل ساعة في الأسبوع مراجعة، خصصها يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، تقرأ 4-5 صفحات من التقييدات تبعك، وتضع علامة أنك وقفت عندها. ثم تأخذ متن 40 نووية وتقرأ 4-5 صفحات وتقرأ علامة، وأنت تسمع الآن المتنين الباقية. لا جاء الأسبوع اللي بعده تراجع، تقرأ 4-5-6 صفحات من كتابتها، ثم 4-5-6 صفحات من المتن الآخر، وفي نفس الوقت عندك متنان آخران تقيد وتسمع بنفس الطريقة.
بعد مرور سنة سوف تجد عندك 4 متون فيها تقييدات مهمة، أصبحت مطالب بمراجعة 4 متون، وتأخذ متنان آخران وتقيد. هذه سوف تجد بعد سنة الذي حصلته خلال سنة ما حصلته خلال 10 سنوات ماضية. والله العظيم، والله سوف تشعر بالفارق العظيم في العلم الشرعي بعد مرور 4 أشهر. هذه الطريقة التي قلتها لك. وهذا لا يمنع، انتبهوا، أنك من وجدت زميل لك طالب علم سبقك بالعلم أن تحضر له وتستفيد منه، هذا لا يمنع. لكن مشكلة اليوم الشباب أوقاتهم ضائعة، حبيناكم وحبيتونا وزرتونا في الله ونزوركم في الله، ورحنا وجينا وطلعنا ودخلنا وخرجنا. هذه هي حياة طلاب. ليه اليوم ما عندنا طلاب علم؟ لأنهم لا يطبقون المنهج الصحيح في المراجعة وفي طلب العلم. علماءنا في الشارع في الطريق تقرأ عليهم يعلقون لك، في السيارة مع العالم تركب. لماذا؟ أصل العلم عندهم. إن وجد فرصة قبل الدرس يراجع لطلابه يقرأ قبل، الحمد لله. ما وجد، أصل العلم موجود هنا. كيف يكون أصل العلم هنا؟ بالطريقة التي قلتها لك، وتقوى الله عز وجل. لأن العلم، نيل العلم كرامة، والكرامة لا تعطى لعاصي. المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ في المتن، الذي يعينك في طلب العلم أن العبادة المتعدية أعظم من العبادة القاصرة. قيل للإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم ويقوم والآخر يتكلم في أهل البدع. قال: إن صلى وصام فلنفسه، وإن تكلم في أهل البدع فللأمة. تعلم يا طالب العلم أن العلم عبادة متعدية. لو جئت وقفت يوم وتكلمت عن الوتر وصلاة الضحى وقلت الحرمان، كل الحرمان أن يكون صلاة الضحى مدتها 5 ساعات من الشروق إلى قبل الزوال، ثم لا تستطيع أن تصلي 2 ركعتين. والحرمان والشقاء أن يكون الوتر 1 ركعة والوقت 9 ساعات ولا توتر ب1 ركعة. أثناء ما تدرس قلت هذا للطلاب أو قلتها للعوام. واحد من العوام حافظ على الوتر وعلى صلاة الضحى. أنا أذكر لك أن أهمية العلم والدعوة. كتب لك أجره كل ليلة يوتر وأنت جالس في بيتك، كتب لك أجر وتر كامل. كل يوم يصلي صلاة الضحى كتبت لك صلاة. لاحظ، علم أهل بيته، إذا فعلوا أهل بيته بهذا كتب لك أجره وأجر أهل بيته. علمت بعض طلاب العلم، طلاب العلم علموا غيرهم ففعلوا، كتب لك أجر من تعلم وأجر من تعلم منه إلى يوم القيامة. ولذلك قال ابن القيم: الحياة الحقيقية هي في العلم. لماذا؟ الآن الإمام البخاري رحمه الله متوفى من قبل 13 قرن،
ومع ذلك إلى اليوم الأمة تنتفع بأحاديثه. الإمام النووي 40 نووية في العالم كله تدرس وتشرح، والله ما من مجلس يدرس فيه 40 نووية إلا وكتب أجر ذلك المجلس للإمام النووي في قبره. عرفتم أهمية العلم الآن؟ ثم من أهمية العلم أن كل عبادة في زمنها أفضل من غيرها. أعيد، كل عبادة في زمنها الذي تحتاج إليه أفضل من غيرها. في زمن الجوع والفقر نقول أفضل العبادات الصدقة وإطعام الطعام. في زمن إحاطة الأعداء ببلاد المسلمين نقول أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. في زمن انتشار الجهل وخفاء السنة وانتشار الشرك ويصبح التوحيد شرك والشرك توحيد والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطل والباطل حق، فأفضل وأجل الأعمال طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذه مقدمة لا بد من بيانها لطلاب العلم. وعندي عن طريق النت في إذاعة مجالس العلم الشرعي، أنا ممكن أترك الرقم عند الإخوة، رقم عندي درسين في شرع عمدة الأحكام، ودرسين يومين في الأسبوع في مسجد الإمام أحمد. فممكن نعطيكم يعني أرقام الإخوة في القنوات تشتركون معهم في القناة، إخوة في الجزائر وفي المغرب من إخواننا السلفيين يعني. والدروس دائما بتوقيت يعني السنغال تصبح الساعة 8:30 مساء. جزاكم الله تعالى خير. نبدأ على بركة.